علاقات المغرب مع إسرائيل، طبعا هذا بالنسبة للجزائر تهديد لأمنها القومي. التسليح الأمريكي بفضل هذه العلاقات الذي بدأ يحدث مع المغرب. أصبح هناك شعور في الجزائر أن هناك رغبة لأن توجه رسالة سياسية بأن نحن أيضا لنا حلفاء، دول مهمة، دول عظمى كروسيا مثلا، من خلال تعميق العلاقات الاقتصادية والعسكرية للحصول ربما على سلاح حديث. خلال تواجده في روسيا، أبرم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفاقات عدة تهدف إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. الشراكة تسعى من خلالها موسكو إلى تعزيز وجودها في إفريقيا. مزيد من التفاصيل مع الزميل خالد الغرابلي. أهلا بك خالد. ما أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية بالنسبة لموسكو؟ يعني في الوقت الذي يحاول الغرب أن يفرض نوع من العزلة على روسيا، من المهم لروسيا أن توجه رسالة للعالم أن هناك دول تنظر إلينا لروسيا على أنها دولة عظمى وتريد أن يكون لها علاقات جيدة معها. هذا من ناحية الصورة، الرسالة السياسية. لكن في العمق هناك روسيا دولة مصدرة للسلاح. جزء من التعاون الذي سيتم تعميقه بين البلدين ودعمه هو التعاون العسكري بين الجزائر وروسيا. لم يعلن عن صفقات مسلحة معينة، لكن هناك حديث عن تدريبات مشتركة، مناورات، نقل التكنولوجيا، حتى وإن لم يكن يعرف عن أي نقل يتحدثون، لكن ليس هناك الكثير من التفاصيل. لكن هناك تعزيز في التعاون العسكري، ونعلم جيدا أن سلاح الجيش الجزائري بشكل أساسي يأتي من روسيا. روسيا تهتم أيضا بعلاقات في مجال الطاقة. بالمناسبة حتى فيما يخص التعاون العسكري هناك حديث عن تعاون استخباراتي فيما يخص الأمن القومي للدولتين. ونعلم أن روسيا تهدف إلى أن يكون لها وجود في أفريقيا، هذا في غاية الأهمية بالنسبة للروس، وجزء من وجودهم في أفريقيا يرتبط بالعمل الاستخباراتي، وفاغنر موجودة في القارة الإفريقية، والتعاون مع دولة بحجم الجزائر التي لها نفوذ جيد في أفريقيا ربما يكون من المهم جدا بالنسبة لروسيا. هذا فيما يخص الأمن. في مجال الطاقة روسيا من أهم الدول المصدرة كان للنفط أو الغاز، والجزائر أيضا من أهم الدول المصدرة للغاز، خاصة في منطقة شمال أفريقيا أو الدول العربية حتى. فبالتالي هناك رغبة في تعزيز التعاون في عملية البحث والتنقيب وإنتاج وتكرير النفط والغاز أيضا بين الدولتين. وطبعا هناك مكاسب اقتصادية من ذلك، لأن غير المكاسب الاقتصادية يسمح ذلك لروسيا بأن يكون لها كلمة أيضا في تحديد مسارات الأمور فيما يخص بسوق الطاقة العالمية، خاصة الطاقة التي تتجه إلى أوروبا. ماذا يمكن أن تستفيد الجزائر من هذه الشراكة؟ يعني الجزائر كان معها الرفيق السوفيتي منذ حرب التحرير ضد فرنسا، وبعد ذلك كان النموذج الاشتراكي هو النموذج الاقتصادي الموجود في الجزائر. السلاح الروسي هو الذي كان موجود في الجزائر. الكوادر العسكرية كانت تتدرب بشكل أساسي في الجزائر، لكن مع الوقت كان هناك رغبة في الجزائر للتنويع. لكن حدثت مؤخرا أمور في المنطقة ربما جعلت الجزائر تنظر الأمور بعين مختلف. يعني علاقات المغرب مع إسرائيل، طبعا هذا بالنسبة للجزائر تهديد لأمنها القومي. التسليح الأمريكي بفضل هذه العلاقات الذي بدأ يحدث مع المغرب. أصبح هناك شعور في الجزائر أن هناك رغبة لأن توجه رسالة سياسية بأن نحن أيضا لنا حلفاء، دول مهمة، دول عظمى كروسيا مثلا، من خلال تعميق العلاقات الاقتصادية والعسكرية للحصول ربما على سلاح حديث لتحديث قدرات الجيش الجزائري. لكن روسيا مفيدة أيضا بالنسبة للجزائر في عملية إدخال الجزائر لمجموعة البريكس، هذه المجموعة التي خلقت لتنافس الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي، لتقول أن هناك بديل سياسي واقتصادي على مستوى العالم. هذه المجموعة التي تضم الصين، روسيا، الهند، البرازيل وجنوب أفريقيا. الجزائر تريد الانضمام إليها. طبعا هذا سيسهل لها عملية تحسين الأمور الاقتصادية مع هذه الدول، وهي دول يعني هي تمثل أكثر من 30% من اقتصاد العالم، وسكانها ما بين 40 إلى 50% من سكان العالم. يعني من أهم الدول على مستوى العالم انضمام، وهي تريد التخلص ليس فقط من الهيمنة الأمريكية ولكن أيضا بإيجاد بديل للدولار الأمريكي. وبالتالي وجود الجزائر في مثل هذا التحالف السياسي الاقتصادي سيدعم اقتصادها، وهي الآن تحاول التحرر من الاعتماد على الطاقة بفتح الاقتصاد مجالات أخرى.
وهناك قانون جديد لموضوع الاستثمارات لجلب الاستثمار الأجنبي إلى الجزائر. إذن هذا سيدعم الاقتصاد الجزائري، سيدعم سياسيا هذه الدول عندما تتأكد أو تتدعم علاقاتها مع الجانب الجزائري. كل ذلك طبعا سيكون مفيد إذن عسكريا واقتصاديا وسياسيا بالنسبة للجزائر، لتوجه رسالة إلى المنافس المغربي أننا لنا تحالفات أجنبية، وأيضا لتحاول التأثير على علاقاتها المتأرجحة مع فرنسا، أن هناك بديل لكم، قد يكون روسيا بديل يمكن أن نتبادل فيه المصالح في إفريقيا، وعلى المستوى الاقتصادي أيضا ليس بديل يعني يمكن للضغط على فرنسا لتحسين شروط التفاوض مع فرنسا على علاقة تكون مفيدة لها أيضا. خالد الغرابلي، شكرا جزيلا.